عايزة أقول لِك بقى أول ما باجيبها لازم أعمل الخطوة دي، لإنها فعلًا بتريحني جدًا، وبتحافظ لي عليها، وما بتخلّيش ريحتها حاجة من أي حاجة حواليها. في الأول كده لمّا باجيب الزبدة بادخّلها الفريزر كده شوية تجمد نُص تجميدة، وبعد كده أجيبها وأقطّعها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. عايزة أقول لكم إن الفكرة دي بتريحني، يعني لمّا باجي آخد مكعب أحسن من إن أنا باسيب القالب كلّه برّه، فبيفُك كلّه، وبعد كده لو دخّلتيه الفريزر وجنبه أي حاجة فبياخد منّه الروايح. لكن لمّا بتحطّيه في العلبة وبتقطّعيه بالشكل ده وبتشيليه، بيقعد معاكِ فترة طويلة جدًا، وكمان بيبقى ما اتخلطش معاه أي ريحة من عندِك من التلاجة، أي حاجة بقى. فبجد الفكرة دي يا بنات حلوة جدًا وبتسهّل عليّا كتير، ولو أنتِ لسه مكمّلة معايا ما تنسيش تعملي لايك وشير، وخُشي كده خدي لِك جولة في الصفحة هتعجبِك، وهاسيب لِك كمان التطبيق المجاني اللي باجيب كل الأفكار دي من عليه في أول كومنت تحت الفيديو. بس كده فكرتي خلصت، باي باي.